تاني يا جماعة، في الفيديو بتاع النهاردة هنشوف ازاي ممكن نضيف subtitles والكابشن والترانسليشن للفيديوهات بتاعتنا. لأن طبعا إضافة السبتايتلز والكابشنز والترجمة للفيديوهات بتاعتنا دي ممكن تساعدنا جدا إن الفيديو بتاعنا ينتشر بطريقة أكتر، لأنه ممكن يوصل لناس بتتكلم لغات مختلفة في أماكن مختلفة من العالم. زائد إن هو ممكن يساعد طبعا الناس ذو الإعاقات السمعية إن هم يقدروا يستفيدوا من الفيديو بتاعي من خلال النصوص أو الكلام اللي هيبقى مكتوب على الفيديو. يعني انا دلوقتي القناه بتاعتنا هي قناه بتبث اصلا فيديوهات باللغه العربيه. احنا جينا دلوقتي شفنا الصفحه بتاعت الفيديوهات بتاعتنا في القناه. هنلاقي ان احنا عندنا في فيديوهات معاها علامه السي سي. علامه السي سي دي معناها ان انا ضايفه للفيديو ده كلوزد كابشن، او ان انا اللي هو عنده الفاسيلتي ان هو يظهر لي التكست بتاعه على الشاشه. وفي فيديوهات ما فيش عليها كلوزد كابشن. فنشوف فيديو الاول معلهوش الكلوزد كابشن ونشوف امكانياته كفيديو عربي بالديفولت سيتنج بتاعته بيبقى ايه، وبعد كده نشوف لما بنضيف الكلوزد كابشن بتبقى امكانيات الفيديو ايه. فانا دلوقتي عندي هنا فيديو ما فيش عليه كلوزد كابشن، هنشغله. اول ما بنشغله بنلاحظ ايه؟ آه انا بتكلم مفيش اي تكست او اي سبتايتل ظاهر عندي على الشاشه بتاعتي، او مفيش اي كلام او نصوص مرتبطه بالفيديو بتاعي. تاني حاجه انا بلاحظها ان هنا عندي علامه اسمها سي سي او زرار مكتوب عليه سي سي. لما بدوس عليه بيقول لي ان هو ان افيلابل، الزرار مطفي وما انا بقدرش اتحكم فيه، يعني هو ما بيقبلش مني اون او اوف. ده ليه؟ لان انا عندي السبتايتل والكلوزد كابشن ان افيلابل، انا ما ضفتش للفيديو ده اي سبتايتل او كلوزد كابشن. الملاحظه الثالثه ان انا لما بدوس على السيتنج بلاقي عندي تو اوبشنز بس، واحد للكواليتي وواحد للسبيد بتاع الفيديو. ده السيتنج الديفولت بتاعت اي فيديو عربي انا بنزله على القناه بتاعتي. نشوف بقى الفيديو، لو الفيديو عربي على نفس القناة لو أضفنا له السي سي هيبقى إيه إمكانيات. نشوف عندنا هنا فيديو ده أضفنا له سي سي ونشغله ونشوف هيبقى إيه الفروقات أو إيه الفروقات في الإمكانيات ما بين الاتنين. طبعا واضح إن أنا أول ما بشغل الفيديو بلاقي ان بلاقي ان انا التكست اللي انا بقوله او المنطوق الكلام اللي انا بقوله بيظهر لي كتكست على الفيديو بتاعي. انا بتكلم بالعربي، اي كلام بكتبه بقوله بالعربي بيكتبه بالعربي، لو انا قلت كلمه بالانجليش برضو بيكتبها بالانجليش في نص الكلام. يبقى هو اي منطوق الكلام اللي انا بقوله بيكتبه لي على الشاشه بتاعتي. ده لان هو احنا قايلين له ان هو عنده كلوزد كابشن او ان احنا اضفنا له كلوزد كابشن. وهنلاقي ايه الملاحظه الثانيه؟ ان احنا دلوقتي عندنا الزر بتاع السي سي ده كان مطفي في الفيديو الاولاني، هنا لقيناه منور. انا ممكن دلوقتي اتحكم السي سي دي تبقى ديسبلايد او هايد، يعني هي دلوقتي منوره فهي ظاهره السي سي او السبتايتل ظاهر على الشاشه عندي. انا ممكن اخليه ما يظهرش، لو انا دوست على دي اخليه يختفي، ادوس عليها تاني اخليه يظهر. الفرق الثالث اللي هنشوفه برضو الامكانيه الثالثه ان احنا عندنا في زرار السيتنج. لما بدوس على زرار السيتنج في عندي هنا اوبشن ما كانش موجود في الفيديو الاولاني اللي هو اسمه سب تايتل ومكتوب جنبه اللغه اللي هو الاكتف بتاعتي اللي هي المفروض العربي، اللي انا محدده له ان هي دي لغه الفيديو الاصليه. سب تايتل مكتوب جنبها رقم 2. رقم 2 ان انا محدده لغتين يبقوا مرتبطين بالفيديو ده. فانا لو دوست على السب تايتل دي هلاقي عندي فعلا هما لغتين، عربي وانجلش. العربي اللي هي اللغه الاصليه، وانجلش دي لغه ثانيه انا اضفتها للفيديو. دلوقتي انا عندي حاجه ثانيه اللي هي اوتو ترانسليت. اليوتيوب بيقدر يترجم لي، بتديني امكانيه ان اليوتيوب يترجم لي التكست او السب تايتلز بتاعي لاي لغه انا بطلبها منه. فانا لو دوست على الاوتو ترانسليت هلاقي هنا مجموعه كل اللغات اللي بيدعمها الجوجل.
فانا ممكن اختار اي لغه منها لو انا عايزه اترجم لاي لغه من اللغات دي. ممكن اختار اي لغه، زي مثلا هختار تشاينيز، يقوم يترجم لي الفيديو بتاعي للغه اللي انا اخترتها اللي هي تشاينيز. طبعا حاجه ظريفه جدا، ممكن اي حد في اي حته ممكن يشوف الفيديو بتاعي. طبعا موضوع السب تايتلز والترجمه ده طبعا مفيد جدا جدا، لان هو بيوسع لي انتشار الفيديو بتاعه، بيخلي عدد كبير جدا من الناس بلغات مختلفه في اماكن مختلفه ممكن يستفيدوا منه. نشوف بقى، نرجع للفيديو الاصلي بتاعنا اللي هو ما فيش عليه سي سي او ما فيش عليه سب تايتل، ونشوف ازاي ممكن نضيف السي سي او السب تايتل للفيديو بتاعنا. اول حاجه عشان نقدر نضيف السب تايتل للفيديو بتاعنا، احنا بنشغل الفيديو. هو دلوقتي شغال عندي. باجي ادوس على زر بتاع edit فيديو. اول حاجه لازم اتاكد ان الفيديو متحدد له لغه، فانا دلوقتي لازم انزل تحت واشوف اللغه بتاعت الفيديو بتاعي ايه. فانا دلوقتي جيت لقيت الفيديو لانجوج متحدده له لغه عربي، وده فعلا اللي انا كنت عايزاه. الفيديو لانجوج بالعربي، والتايتل والديسكريبشن لانجوج هم عربي. يبقى دي اول حاجه انا لازم اكون متاكده منها. لو هي مش متحدده فانا لازم احدد لغه للفيديو بتاعي. الخطوه اللي بعد كده ان انا بروح على المنيو اللي في ناحيه الشمال، وبنزل لغايه ما بلاقي الاوبشن اللي اسمه سب تايتل. بدوس على السب تايتل، بتفتح لي شاشه. هو دلوقتي شاشه فيها سطر ان هي الفيديو بالعربي، لكن بيقول لي السب تايتلز اد، يعني هو ما عندوش سب تايتلز. بيديني اوبشن ان انا ابدا اعمل اديشن للسب تايتل بتاعي. فهدوس على الاوبشن بتاع الاد، هتفتح لي الويندوز اللي جاي. هلاقي فيه تو اوبشنز. انا عندي دلوقتي اوبشن يا اما ادخل السب تايتل بتاعي مانيوالي، يا اما اعمل يكون عندي السب تايتلز انا عامله له كرييشن قبل كده باس ار تي فايل زي ما شفنا في الفيديوهات اللي فاتت. وهسيب لكم لينك على عن الفيديو بتاع الاس ار تي فايل عشان نعرف ايه هو بالظبط. يبقى يا اما بنعمل ابلود لاس ار تي فايل، يا اما بندخل التكست بتاعنا مانيوال. نشوف الاول الطريقه المانيوال، وبعدين نشوف ازاي نتعامل مع الابلود فايل. فانا علشان اعمل المانيوال بدوس على تايب مانيوالي. بيديني ايه؟ بيديني الشاشه بيبقى فيها حاجه اسمها كابشنز. كابشن دي ان هي زي تراك، ليها ستارت تايم وليها اند تايم، وهنا بيديني الجزء بتاع التكست اللي انا هكتبه فيه. يبقى انا عارفه ان التكست اللي ما بين التايم الستارت والاند ده هو في ايه. انا هعرف التكست منين؟ ان انا هاجي اشغل الفيديو، اشوف انا بقول ايه في الفيديو. في الفيديو ده هنتكلم عن برنامج فنبدا نشوف الفيديو انا بقول ايه، وبعدين ابدا اكتبه هنا التكست اللي انا قلته في التراك الاولاني. عايزه اضيف كابشن جديد، فباجي بدوس على دي تضيف لي كابشن جديد بستارت تايم واند تايم جديد. عايزه وانا بكتب اوقف الفيديو، فبقول له بوز، بدوس على دي. وعايزه في عندي هنا كيبورد شورت كات، في هنا اختصارات للكيبورد بتسهل لي التعامل مع الكيبورد في ادخال التكست اللي انا عايزه. ممكن هنا انا دلوقتي بقى عندي كابشن جديد ادخل فيه اللي انا عايزاه. طبعا واضح ان اللي انا بكتبه هنا هو اللي بيظهر على الشاشه. ببدأ أعمل كده على كل الفيديو لغاية ما بخلص الفيديو كله، وبعد كده بقول له ببلش. قبل ما نسيب الجزء ده ونعمل ببلش، احنا دلوقتي عندنا كل جزء مكتوب عندنا هنا في بيظهر عندي على التايم لاين تحت. انا عايزه اوسع الجزء اللي مكتوب هنا او اضيقه، فانا بقدر اتحكم فيه. مساحته تقل شويه او تزيد شويه على حسب ما انا عايزه. ممكن احركه يمين شويه، ممكن احركه شمال شويه عن طريق التايم لاين والاوبشن اللي موجود هنا.
انا دلوقتي خلصت وظبطت كل حاجه، هقول له publish. عمل ببلش، وهنا بقى فعلا السبتايتل ببلش، وبقى عندي بدل كلمه الاد بقى اديت، ان هو بقى فعلا اوريدي هو موجود عنده سبتايتلز. انا لو دوست على الاديت دي يبقى ممكن ارجع تاني اعدل لو انا عايزه اعدل اي حاجه في السبتايتل اللي انا دخلتها. نشغل الفيديو بتاعنا ونشوف تاثير السبتايتل اللي احنا دخلناه. واضح طبعا ان بقى في تاثير، ان انا اول ما شغلت الفيديو ظهر التكست او السبتايتل ظهر موجود على الشاشه بتاعتي. علامه السي سي نورت، ممكن اتحكم في السبتايتل اظهره او اخفيه منها. عندي في السيتنج السبتايتلز ظهرت هنا موجوده في السيتنج، وقدامها ان اللغه عربي، بس السبتايتل معاها لغه واحده بس اللي هي العربي اللي انا حددتها لغه الفيديو. لو انا دوست على السبتايتل في عندي العربي، في عندي اوتو ترانسليت. لو انا دلوقتي برضه بص على الاوتو ترانسليت، انا دلوقتي حددت له اللغه عربي، وعنده هو السبتايتلز بتاعي بالعربي. يبدا بقى ممكن اعمل له ترانسليشن لاي لغه انا عايزاها. لو انا قلت له سي فرنش مثلا، يبدا يترجم لي السبتايتلز بتاعتي للغه الفرنش اللي انا طلبتها منه. فمن خلال السبتايتل لوحده انا ممكن اترجم الفيديو، او اليوتيوب يساعدني ان انا اترجم الفيديو بتاعي لاي لغه انا عايزاها بامكانيات اليوتيوب وبامكانيات الجوجل. كانت الطريقه اللي احنا قدرنا نعمل بيها سبتايتل بطريقه مانيوال. نرجع تاني ونشوف ازاي ممكن نعمل سبتايتل بطريقه اوتوماتيك او عن طريق الابلود فايل. نرجع تاني في الايديت فيديو ونروح هنا للسبتايتل. انا دلوقتي عايزه الغي السبتايتل اللي عملته بطريقه مانيوال، علشان احط له سبتايتل تاني بطريق الابلود فايل. فعلشان الغيه بدوس على الثلاث نقط دول، وعندي هنا ديليت. لما بقول له ديليت كابشن فبقول له اوكي. رجع تاني، هو لغى السبتايتل ورجع تاني هنا علامه الان، فانا هدوس عليها من تاني. هنا بقى هشوف اعمل الابلود فايل. ادوس على الابلود فايل. هنا بيقول لي لازم عشان تعملي ابلود فايل لازم يكون ويز تايمنج، يعني ما اقدرش ادخل له هنا فايل تكست، لازم يبقى ويز تايمنج، يعني اس ار تي فايل. طبعا هسيب لكم لينك الفيديو اللي يحب يطلع عليه او يشوفه مره ثانيه. يبقى ويز تايمنج، وهقول له كونتينيو. هيسالني على اسم الملف او الفايل اللي انا عايزاه، هو بتاع سكراتش 0 اس ار تي. طبعا هو لازم يكون اس ار تي فايل. انا الاس ار تي فايل ده خلقته ببرنامج ويسبر، وكنا اتكلمنا برضو في فيديو قبل كده عن برنامج ويسبر ازاي ممكن ننشئ بيه تكست واس ار تي فايل. المهم انا دلوقتي حملت الملف بتاع الاس ار تي فايل، فظهر لي بالمنظر ده كل بالتايم لاينز بتاعتي، بالتراكس بتاعتي، كل تايم لاينز او كل كابشن من دول ليهم ستارت واند تايم، وادي التكست بتاعي. فهو حطه لي من غير بدون اي مجهود مني، هو حطه في الفيديو بتاعي وبقى موجود بالمنظر ده. طبعا بطريقه الابلود فايل اسهل بكتير قوي من طريقه المانيوال اديتنج، لانها طبعا بتبقى ادق وبتبقى اسرع بكتير. انا دلوقتي خلصت ولقيت اوكي كله تمام. لو انا عايزه اعدل في اي كلمه او اي حاجه طبعا ليا اقدر اعدل فيها. مش عايزه خلاص فبقول له ببلش. برضو عندي edit، بحيث ان في اي وقت عايزه ارجع اعمل edit تاني للشغل بتاعي ممكن ادوس على edit وارجع اعمل edit. نشوف بقى هنا نشغل الفيديو.
اول ما شغلنا الفيديو لاحظنا ان التكست ظهر على الفيديو باللغه العربيه. وبرضه هنا طبعا بنفس زي ما شفنا قبل كده ان احنا ممكن نلغيها او نظهرها. وعندنا برضه في السيتنج بقى عندي هنا السبتايتل وبرضه بلغه واحده. عايزه اشوف دلوقتي ازاي ممكن اضيف لغه تانية للفيديو بتاعي، بحيث ان هو تبقى ترجمه فوريه وفي نفس الوقت تبقى ترجمه دقيقه انا اقدر اتحكم فيها لو انا عايزه اغير فيها حاجه او الغي فيها حاجه او اعدل فيها حاجه زي ما انا عايزه. فعلشان نقدر نعمل الموضوع ده هنرجع تاني للفيديو بتاعنا، هنقول له edit فيديو ونروح للسبتايتل. دلوقتي انا عندي لما فتحت لي الشاشه دي في عندي اوبشن اسمه اد لانجوج. لو انا دوست عليه هيديني فرصه ان انا اختار اللانجوج الثانيه او اللغه الثانيه اللي انا عايزه اضيفها للفيديو بتاعي. فانا هختار مثلا لغه انجليش على اساس ان هي دي اكتر حاجه تبقى اعم للشغل بتاعي. اخترت اللغه انجليش. هو محتاج ان انا احدد له التايتل ديسكريبشن وبعد كده احدد له السبتايتل. فالتايتل والديسكريبشن هقول له اد، هدوس على اد. هاخد كوبي للجزء بتاع اللي بالانجلش في الملف في الفيديو بتاعي واعمل له كوبي. وبرضه اخد كوبي هنا في الديسكريبشن واعمل له كوبي. طبعا لو انا عايزه ازود اي حاجه ممكن ازودها. ممكن هنا مثلا اقول له سكراتش بروجرام فور is a kid coding program. وخلاص انا ظبطت التايتل وظبطت الديسكريبشن. هقول له ببلش. يبقى هو كده هيببلش بس التايتل والديسكريبشن، لسه ما عملش حاجه في السبتايتل بتاعه. المفروض دلوقتي ادوس على، طبعا واضح ان الانجليش كانت تحت في الاول دلوقتي بقت فوق علشان ما يتلخبطش. فهي الانجليش طلعت فوق دلوقتي وبقى قدامها كلمه الاد. ادوس على الاد. فتح لي الشاشه دي وعمل لي اوتوماتيك او اوتو ترانسليشن للشغل بتاعي على الشاشه. هو اوتو ترانسليشن بس في نفس الوقت ان انا لو انا دوست دلوقتي على الاوتو ترانسليت ممكن الاقي ان كتب لي العربي والانجليش جنب بعض لكل تراك. فانا ممكن اروح لاي واحد منهم وابدا اعدل لو انا عايزه حاجه، لو انا عايزه اضيف هنا حاجه او امسح حاجه. ممكن اعدل اي تعديل انا عايزاه في الشغل بتاعي. فدي طبعا الاوبشن المهمه جدا ان هو بيعمل لي اوتو ترانسليت بس بيديني فرصه ان انا ممكن اعدل فيه اي تعديل انا عايزاه. وبعدين من الحاجات الظريفه ان هو بيظهر لي العربي والانجليش مع بعض في نفس التراك علشان اقدر اقارن بينهم واشوف ايه لو انا عايزه اعدل في اي لغه منهم. فدي الطريقه اللي بتخليني اقدر اضيف اي لغه جديده واتحكم فيها في للفيديو بتاعي. بعد ما خلصت كل الشغل بتاعي وعملت اي تعديل انا عايزاه بعمل له بعد كده ببلش. هنا طبعا بقى ببلش وبقى واتحولت الاد لايديت، بحيث ان انا لو انا في اي وقت عايزه اعدل فيه باجي بدوس على الايديت واعدل. عايزه اشغل الفيديو بتاعي تاني واشوف تاثير اللغه التانيه اللي انا حطيتها. طبعا واضح ان السبتايتل موجود. التأثير هيبان هنا في السيتنج. لو انا دلوقتي كان الاول عندي هنا رقم، كان في الاول عندي رقم واحد بس، هنا دلوقتي بقى عندي رقم 2. رقم 2 ده لان انا دلوقتي بقى عندي تو لانجوج مرتبطين بالفيديو بتاعي. فلو انا دوست هنا هو دلوقتي الاكتف معايا العربي وبقى عندي لغة تانية اللي هي الانجليش. ممكن لو انا دوست عليها هيجيب لي الترجمة الانجليش
باي تعديل انا حطيته عليها. وده طبعا الفرق ما بين اللغه لما انا بضيفها بايدي او لو هو بيعمل لي اوتو ترانسليت. لان هو لو انا بضيفها بايدي، فانا لو انا شايفه فيها اي حاجه عايزه تعديل انا بعدل عليها. لكن في الاوتو ترانسليت هو انا باخد اللغه اللي هو بيترجمها اوتوماتيك. كده شفنا ازاي ممكن نضيف السبتايتل، ازاي نضيف الكابشن، وازاي نضيف الترانسليشن لاي فيديو عربي عندنا. لو الفيديو انجليش بيبقى فيه اختلاف في حاجه بسيطه، فكنا عايزين نبص عليها علشان ما تعمل لناش كونفيوجن. فلو رحنا للصفحه بتاعه الشانل بتاعتنا وشفنا الفيديو ده، الفيديو ده مفيش عليه سي سي، مفيش عنده علامه سي سي، يعني هو مش واخد سب تايتل ولا كلوزد كابشن. لكن أنا الفيديو ده هو معمول بلغه انجليش. انا لو فتحته اللغه متحدده له انجليش، وهو فعلا الكلام فيه بالانجليش. فلو انا فتحته هلاقيه اوتوماتيك بيظهر لي التكست، وان السي سي دي برضو مفتوحه معاه. فهو ايه اللي بيحصل لما بيكون الفيديو انجليش؟ هو اليوتيوب بيستعمل الخاصيه بتاعته الخاصه بيه في انه يحول لي السبيتش تو تكست وبيظهره لي على الشاشه بتاعتي. دي الخاصيه دي مش موجوده عندي في العربي، هي بتبقى موجوده في الانجليش، ان هو اوتوماتيك بيحمل التكست او بيحول السبيتش لتكست حتى من غير ما انا احط له سبتايتل. وبرده من هنا ممكن اعمل له اوتو ترانسليت على فكره، يعني في السيتنج من غير ما بحط له سبتايتل بقدر اعمل اوتو ترانسليت للفيديو بتاعي. هنا بقول له سبتايتل هو هنا واضح ان كاتب لي في الانجليش اوتو جنريتد، يعني هي دي مش من السبتايتل اللي انا حطاها، لا ده هو اللي عامل لها جنريشن من نفسه. وممكن في نفس الوقت ان انا اعمل له اوتو ترانسليت او اقول له اوتو ترانسليت لعربي مثلا، فيقوم يحول لي اللغه بتاعتي لعربي. ده فرق ما بين الفيديوهات العربي والفيديوهات الانجليش، ان هو في الفيديوهات الانجليش من غير ما بحط له سب تايتل هو بيقدر يحول السبيتش التكست وبيقدر يعمل لي اوتو ترانسليت. لكن دي الخاصيه دي مش موجوده في الفيديوهات العربي. ده كده احنا جمعنا كل حاجه تقريبا عن موضوع السب تايتل والكلوزد كابشن والاوبن كابشن، سواء كانت الفيديوهات عربي او انجليش، وازاي ممكن نحطهم على الفيديوهات بتاعتنا، وازاي ممكن نستفيد منهم. يا ريت الموضوع ده يكون كان مفيد بالنسبه لكم وتقدروا تستفيدوا منه، ونشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله. سلام. لو انت معانا دلوقتي ولو الفيديو عجبك، يا ريت ما تنساش تسجل اعجابك بالضغط على زرار اللايك او بترك رساله. ولو انت جديد معانا ما تنساش تضغط على زر السبسكرايب للاشتراك في القناه. لما تشترك في القناه هيصلك فيديو او اكثر اسبوعيا من نوعيه الفيديوهات. اخيرا شكرا على المشاهده والدعم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.